أول ست مصرية تاخد لقب جنرال. دي حكاية الملكة إياح حتب. إياح حتب كانت ملكة مصرية من 3570 سنة في زمن الهكسوس. ناس احتلوا البلد وهدروا كرامة المصريين. كانت متجوزة الملك سقن رع، راجل وطني وكان عايز يحرر مصر. وملك الهكسوس بعت رسالة حقيرة للملك سقن رع وقال فيها: سكت أصوات أفراس النهر في طيبة لأنها بتزعجني في منف. يعني كان بيقوله اقعد ساكت وما تحاولش، مفيش فايدة. الرسالة دي كانت استفزاز متعمد، وإياح حتب أول واحدة انفجرت من الغضب. قالت لجوزها: احنا مش هنسكت، لازم نحاربهم ونطردهم من أرضنا. ومصر وقتها كانت ضعيفة ومفيش جيش قوي، بس إياح حتب نزلت بنفسها القرى والمدن تجمع الناس وتجهزهم. والنتيجة الحرب قامت، وسقن رع اتقتل في المعركة وجثمانه اتشوه بطريقة بشعة. بس إياح حتب وقفت على جثته وقالت: لسه الحرب ما خلصتش. جه الدور على ابنها الكبير كامس. خرج يقاتل وفعلا قدر يحرر جزء من مصر، بس فجأة الأخبار انقطعت، كامس مات هو كمان. تاني يوم وقفت إياح حتب قدام ابنها الصغير أحمس. أيوة، إياح حتب كانت أم أحمس، وقالت له الجملة اللي دخلت التاريخ: أنا مش هسمع منك كلمة أمي، ولا أنت تسمع مني كلمة ابني، غير لما نحرر كلمة أرضنا المقدسة. الولد كان عنده 18 سنة بس. خرج يحارب ومعاه أمه في الصفوف الخلفية، اتشجع وتخطط وتقاتل بمعنوياتها. وفعلا أحمس حرر مصر بالكامل وطرد الهكسوس من على وش الأرض. بعد النصر مصر كلها احتفلت، والشعب سمى اليوم ده يوم التحرير، ومن كتر حبهم فيها كانوا بيغنوا لها واح واح إياح. اتحولت مع الزمن بقت وحوي يا وحوي إياحة، اللي احنا بنغنيها لحد النهاردة. والملك أحمس أهدى أمه أرفع وسام حربي، ولما اكتشفوا تابوتها لقوا أوسمة عسكرية وسيوف حقيقية، وده معناها إنها شاركت فعلا في الحرب. إياح حتب مش مجرد ملكة مصرية، دي رمز إن الست المصرية مش بس بتربي أبطال، هي اللي بتصنع التاريخ بإيديها. ودي كانت حكاية الملكة إياح حتب، أول ست تلبس وش الحرب مش تاج ولا لبست مجوهرات ملكية، لبست أدوات الحرب. ما تنسيش تتابعيني في بطلة الحكاية، عشان كل واحدة عندها حكاية تستاهل تتحكي.